تعالوا اقول لكم ازاي نعمل فطاير الافران في البيت بطريقه سهله جدا وبمقادير مظبوطه، وبتطلع هشه وطريه ومليانه كمان عجوه. طعمها بيطلع خطير يا جماعه، وتعمل كميه حلوه قوي وبجد رهيبه. صدقوني مش تشتروها تاني من الافران نهائي. عندي هنا في بول عجان نص كيلو دقيق، هنزل عليه معلقه كبيره بيكنج باودر، معلقه كبيره خميره، رشه ملح، بيضه بدرجه حراره المطبخ، ومعلقه كبيره خل. وهنزل نص كوبايه من الزيت والزبده او زيت بس. عندي كوبايه ميه دافيه، مش هنزلها كلها، هنزلها تدريجي كده وانا بعجن لمده 10 دقائق لغايه ما العجينه عندي تتلم وتبقى طريه زي ما انتم شايفين. هسيبها بقى تخمر كويس في مكان دافي كده، واول ما حجمها يتضاعف هنبدا نفرغها من العجينه من الهواء، ونبدا نقطعها بقى او نقسمها حسب ما انتوا عايزين كده حجم القطعه بتاعتكم. انا قسمتها حوالي 14 قطعه. هحشيها بقى بالعجوه، وهبدا اقفلها كويس قوي كده ومكوره عشان شكلها يبقى لطيف. وبعد كده هنفرد كده العجوه من جوه عشان نتاكد ان هي العجينه كلها بقى فيها عجوه بالنص كده، عشان نرسم شكل بغطاء ازازه او بقمع كده. وهنبدا بقى نقسم شكل الورده كده بالسكينه او بالمقص. وبعد كده هنقفل بقى الطرف بتاعها كده، وهنكون بقى عندنا صينيه متبطنه بورق زبده او بدقيق، وهنحطها بقى ونسيبها تخمر كمان حجمها يتضاعف. وبعد ما حجمها يتضاعف بقى هنبدا ندهنها كده بصفار بيضه مع معلقه كبيره حليب وشويه فانيليا. وهنحط شويه سمسم من على الوش. هنكون مسخنين الفرن على درجه حراره 180. بندخلها بتاخدش وقت، بتاخد وش من فوق ومن تحت كده. بتطلع بنغطيها بقى بفوطه ونسيبها شويه، وبقى قدموها. بتطلع يا جماعه خطيره. ممكن كده كمان تمسحوا الوش بمعلقه زبده بعسل، تحفه يا جماعه.